شفت بركة كتير في الدنيا، لكن بركة زي اللي في لقمة أماني ما شفتش. ألف شكر يا مدام أماني، وربنا يشفيك بحاجة النبي ويخليك يا رب حاجة النبي. داخلين على 3 أسابيع واللحمة مش عايزة تخلص. دي مقدمة من لقمة خير مدام أماني، ندعي لها بالشفاء بس يا رب. ربنا يشفيها ويعفى عنها يا رب يا رب. ربنا يزيغ عنها ويشفيها ويفك شر المرض ويسترها معاه يا رب يا رب. شكرا. اللي بينك وبين الله يا أماني، علمينا. فاكرين الفيديو ده لما رحت أذبح عجل عشان أماني داخلة تعمل عملية تاني يوم؟ وربنا يكتب لها كل خير ويكتب لها السلامة بدعواتكم إن شاء الله وبالصدقات الجميلة اللي هي بتعملها. وفاكرين دعواتكم ليها؟ عايزة أقول لكم إن لحمة أماني هي اللي اتوزعت في أسيوط، يوم كامل ماشية أوزع. طبق لحمة حلوة أهو، ماشي. الله يديك الصحة، الله يخليك يا حبيبتي، الله يديك الصحة يا ماما، الله يكرمك يا رب، يشفيهم ويرفع عنهم، الله يخليك. السلام عليكم. دعواتكم لاصحاب الحاجة ربنا يشفيهم يا رب. ندعي لها وندعي للناس اللي في واحدة هتعمل عملية ندعي لها. واتوزعت قبلها على أسر متعففة في القاهرة، وطبخنا منها ستيك وكان زي الفل والناس فرحت بيه. اللي بينك وبين ربنا يا أماني. حاولت أتواصل معاها كذا مرة عشان أطمن وأفهم البركة دي سرها إيه. ردت مرة وده صوتها. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، أنا الحمد لله، اللهم لك الحمد. طمني، أنا العملية الحمد لله تمت على خير، اللهم لك الحمد. بس هما لما فتحوا بس لقوا حاجة تانية، فكانوا عمليتين في عملية واحدة، بس الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله يعني عدت على خير الحمد لله. دعواتكم. التلاجة لسه فيها كبدة ولحمة راس وفشة وممبار من لحمة أماني. هندعي تاني إنها تتعافى وترد عليا وتعلمنا. دي مقدمة من لقمة خير، تمام، مدام رشا مجاهد. ندعي لمدام أماني ربنا يشفيها ويعافيها ويقيمها بالسلامة يا رب يا رب. وفي الختام مفيش ختام. أعتقد إن البركة لما بتنزل من السماء ما بتتحسبش بالكيلو، بتتحسب بالنية وبالبركة وبين السر بين قلب ورب.